شايفة التكة دي؟ التكة دي ما بتتعملش إلا إذا كان البرطمان متعقم كويس قوي ومعمول بطريقة صحية لذيذة جدا وجميلة. وهنشوف دلوقتي هنعمل السردين المعلب ازاي من غير ما نشتريه بره العلبة ب60 جنيه. لا، هنعمله في البيت بطريقة سهلة جدا جدا وأطعم كتير من بره. هنعقم البرطمانات بتاعتنا الإزاز بالشكل ده وهننشفها كويس في مية مغلية طبعا، وبعدين ننشفها بمناديل المطبخ. هنركنها على جنب. عندي بقى هنا السردين بتاع الفريش الجميل دوت، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هبتدي ان انا اشيل الديل والراس، وهبتدي اقطعه كده من الجنب او افتحه من الجنب واشيل البطن اللي جوه. هي طبعا نضيفة كويس، البطن مش كبيرة يعني. هشيل البطن وابتدي، ممكن لو هو كبير شوية زي كده ابتدي اشيل سلسلة الظهر، لو هو صغير مش هشيل سلسلة الظهر. تمام بالشكل ده. حطيت بقى مية بليمون ومعلقة كده من الطحينة. هبدأ اغسله كده، انقعه شوية يعني 10 دقايق ربع ساعة، وابدأ اشطفه كويس قوي واصفيه كويس جدا جدا جدا. اتصفى كويس قوي. هجيب بقى البرطمانات اللي انا معقماها كويس وهبدأ احط فيها فلفل، اللي هو الفلفل السوداني، الشطة السوداني، شرايح من الليمون، شرايح من الفلفل الفريش لو متواجد، شوية من الكزبرة الناشفة الصحيحة، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكمون. وهبدأ ان انا احط كمان ربع كوباية من الزيت. هلخبط كل المكونات دي كلها مع بعضها كده، هقلبها كويس قوي. هبدأ ارص السردين بتاعي بالشكل ده بعد ما اصفى كويس جدا من المية. في الوسط كده بقى هحط ايه؟ ورق لورا، هحط فلفل. هبدأ ارص كده بالشكل ده. الليمون، شرايح الليمون بالشكل ده. حاجات كده منكهات بتخلي طعم السردين بتاعي تحفة. والله يا جماعة خليكم معايا للآخر، هتشوفوا يعني منظره كده، يعني بسم الله ما شاء الله يفتح النفس. ولا نشتري من بره ولا أي حاجة، ولا نروح ندفع الشيء الفلاني في السوبر ماركت. ما عندنا هو كل حاجة سهلة والكمية اللي هترضيك يعني. نزلت كده بشوية من الكزبرة الناشفة، كزبرة صحيحة مش مطحونة. هقفل بقى كويس قوي، كويس جدا جدا البرطمان بتاعي. وهجيب بقى المية المغلية بتاعتي. طبعا المية دي على البوتاجاز، هسيبها على البوتاجاز بقى من ساعة لساعتين على نار هادية خالص. وطبعا لما بطفي عليه بعد كده مش بطلعه من المية على طول، لا بسيبه في المية لحد ما المية تبرد خالص. هبدأ اشيل البرطمان بتاعي وافتحه، هلاقي بقى العظمة دي. بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا.